طبعا انا عايزك تعذرني لان الواحد بيعمل الحلقه وهو ملوش نفس خالص يعني. تحس ان يعني الحلم بيتسرق منك في لقطه صغيره، فاهم؟ يعني انت حلمت قوي وبتتسرق في لقطات صغيره جدا. في جميع الاحوال قبل اي حاجه شكرا حسام حسن، شكرا رجاله المنتخب كلهم. عملتوا احلى مباراه، ده اللي مضايقني. انا اللي مضايقني اني عملت احلى مباراه، يعني احلى مباراه انا عملتها. كنت كويس قدام الارجنتين، فرقه تقيله طبعا، كنت كويس وجايب جونين واتلغى ليا جون، فكنت كويس قوي، كنت قريب قوي. دي اكتر حاجه تزعلك، لو انت مغلوب 3 4 مش هتزعل، لكن انت قريب وكسبان بتتخطف في اخر دقيقتين، ده اللي مزعلنا كلنا، الحلم يعني. شكرا كل لعيبه المنتخب، حسام حسن، كل الرجاله، كل حاجه كانت كويسه جدا. محتاجين نبني على نفسنا ونشتغل على نفسنا في الفترات الجايه ونحسن من نفسنا اكتر. مش قادر اخرج من حاله الزعل اللي انا فيها واخش في المباراه، مش قادر اجي على حد. لكن حاله عدم التركيز اللي بتيجي للاخر للاعب العربي او اللاعب الافريقي بشكل عام هي دايما اللي بتخليك الصوره ما بتكملش حلو. دايما حاله عدم التركيز اللي بتيجي في الاخر ديت، فضلنا مقفلين الجيم عليهم طول المباراه. طول المباراه عجز كروي كامل لفريق الارجنتين، لانك مقفل صح قوي، صح، ما عندكش ولا اي غلطه، ولا اي غلطه. ولكن وانت بتلاعب فرق كبيره زي الارجنتين، اي غلطه بتعملها بتتحاسب عليها. دي بقى المشكله، ان لما بتلاعب الفرق الكبيره انت مش ما بتغلطش ومقفل كويس، وانا مستني على غلطه. ما هو انا مش عارف اعمل ايه في الجيم، مستني لك حاجه، غلطه غلطتين 3 اخطاء هم اللي بيجوا فيك جون بالظبط. اخطائك اللي عملتها بتيجي فيك هدف. واللي يضايقك ان الجون الثالث من مرتده لمرتده، دي اكتر حاجه تضايقني. انا في مرتده، وقلت امبارح ما بنروحش كتير، ما بنروحش كتير ومش هنروح كتير. يبقى اكون بخيل قوي يا ناس، قوي بقى وانا رايح، من فضلك اكون بخيل. لكن يا صلاح انت داخل بالكوره وقدامك 3 وعايز تاخد على شمالك، طب حتى خليك بخيل يا اخي، واعمل حساب ان واحد ممكن يقطعها منك وانت بتاخد على شمالك، حط جسمك كمان علشان لو هيقطعها اطلع بيها بره، لانها لو ارتدت جون. انت خبره ومحترف، خبره. طبعا ترتد عليا هدف. وانا قلت امبارح ان الناس دي يا جماعه اوفراتها مظبوطه، مش هيبقى عندهم غير سلاحين: تصويب او الاوفرات. تصويب او الاوفرات، مش هيبقى عندهم غير دول. قفلنا كل ما خليناهمش بيشوطوا نهائي. حتى ان هو يشوط عليك من بره ما كانش قادر يعمل ده. البلوكات اللي انت كنت عاملها، اللي كنت بكلمك عليها، وعملناها حلو قوي، عملناها حلو قوي. بلوكات 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 بلوكات، مفيش حد فيهم بيتنفس. لكن زي ما كتاب الكرة بيقول، في العرضيات ما تقدرش تمنعها. العرضيه هتتعمل، لو هتتعمل من عند الجون العرضيه هتتعمل. وقلت طبعا عندهم لعيبه بتعرف تركب الكرة بدماغها كويس، تعرف تركب الكرة بدماغها كويس، ما بيهزروش يعني في الحاجات دي. زعلانين طبعا، زعلانين طبعا، لان انا حلمت ولان انا حطيت في الارجنتين دي جونين. انا حطيت جونين، 3 اجوان كمان في الارجنتين. اتغلب ليه في اخر تلت ساعه؟ في اخر تلت ساعه بتغلب خلاص وبيروح الحلم. ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اللعيبه كان في لعيبه كتير جدا كويسين. لازم كنا نفك الضغط بتاعنا بقى، لازم يا جماعه، مش هنفضل. ما هو انا ما اقدرش ادافع كتير برضو. دي في الكوره، اي فرقه هتقعد تدافع لفترات كبيره جدا لازم يجي فيها اهداف. طبيعي، طبيعي انك بتدافع، مفيش متنفس، مش قادر اتنفس، مش قادر اخرج، لازم يجي فيها اهداف. دي النقطه الثانيه واللي اهم من النقطه الاولانيه اللي قلت لك امبارح. احنا سلاحنا المرتدات، احنا سلاحنا المرتدات. ربنا بيكرمنا بقى له فتره الحمد لله انك بتجيب في اول الماتش جون، لكن يظل السلاح بتاعك اللي بتلعب عليه هو المرتدات. كنا لازم نستغل المرتدات اللي احنا رحنا بيها بشكل افضل من كده. مرموش نزل وبيجري بالكوره، وفي واحد على شماله كان تريزيجيه. من بدري العب، من بدري اديله، اديله من بدري يا راجل. ليه مأخر اخر لحظه؟ ما بنروحش كتير
طبقا لامكانياتنا غصب عننا، ما بنقدرش نروح كتير، طبقا لامكانياتنا غصب عننا بنلعب على المرتده وبنحاول نظبط واحده فيها. هيثم حسن ظبط لنا 2 حلوين. لكن يعني الحمد لله الجزء اللي قلته امبارح بتاع ان فريق الارجنتين الدبه الباندا طبعا فريق الارجنتين الدبه الباندا، وطبعا فريق الارجنتين فريق كبير، ده ما يزعلش حد. ولما قلت انتهى عصر الفرق، ان عصر الفرق الكبيره ما انتهاش، طبعا عصر الفرق الكبيره ما انتهاش، وده قلته لك امبارح. الفرق الكبيره هتظل فرق كبيره، والدليل ان الارجنتين لحد ما هي مغلوبه بتقدر انها تكسب 3-2. لكن الفرق بتكون الند بيكون فرقه كبيره في المباراه دي، زي النرويج كانت ند كبير وعملت مباراه كبيره، واحنا عملنا مباراه كبيره، عملنا فعلا مباراه كبيره، ولو حتى بنسبه 80% على الصعيد الدفاعي، لكن عملنا مباراه كبيره. قفلنا كتير 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 عليهم قوي. لكن تظل خبرات فريق الارجنتين، مهارات فريق الارجنتين في استغلال اي خطا موجود عندك في الدفاع، بيستغلوا طبعا بسهوله جدا. انا ممكن يبقى عندي معاناه في ان انا اعمل مرتده، عندي معاناه ان انا اطلع بالكوره، لكن هو ما عندوش معاناه، في انه يستغل اي كوره تجيله. نسبه الاكيوريشن، الدقه بتاعت الكوره انها تيجي جون بتبقى عاليه جدا، عاليه قوي. قصه ان احنا مش شايفين ميسي لاخر لحظات، حتى لو هو وحش بيظل خطير. سرحنا عن ميسي في واحده في ال 18، اتلعبت واتدربكت والواد حطها له بصدره، دخل حطها. هو ده ميسي. بالمجمل عاملين مباراه حلوه، بالمجمل عاملين بلوكات، بالمجمل مقفلين كله، بالمجمل مركزين. لكن كل ما المباراه بتطول، وده انا قلت لك امبارح، كل ما المباريات بتطول على العرب او الافارقه نسبه التركيز بتاعهم والبدني بيقع، زعلان ان المباراه راحت من ايدينا قوي فوق ما انت متخيل. انا لو مغلوب من الاول 3 و4 مش هزعل، والله ما هزعل. انا زعلان ان كانت كده قوي معايا وراحت مني، زعلان ومش عارف ارمي اللوم على مين. ما هترمي اللوم على مين؟ مفيش حد تقدر ترمي عليه اللوم النهارده خالص. هترمي على مين اللوم؟ ولا حد. هترمي على مين؟ خلاص، اللعيبه لعبت، اللعيبه ادت، اللعيبه عملت لحظات من السرحان، لحظات من عدم التركيز، لحظات بتيجي، لكن في المجمل كنا كويسين. محتاجين نشتغل، والتجربه كانت جميله يا حسام. الف مبروك باللي انت عملته كمدرب وطني. قدرت توصل بينا وان احنا نعمل ده انت شابوه ليك يا حسام، شابوه ليك يا حسام بجد. احنا لو بس الدنيا معانا فيها عناصر افضل شويه وقادرين كنا بس نقدم كوره في نص ملعب الخصم بشكل اقوى شويه، ونقف على الكوره كتير ونباصي كتير ونعمل حاجات رائعه، كنا ممكن نبقى فرق من الفرق اللي بتوصل للنهائي. ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه في الفترات الاخيره، ده اللي احنا محتاجين نوصل له، يبقى عندي اكتر من لعيب فعلا متاسسين بس صح، لعيبه متاسسه صح. لان دايما باستمرار انا جايب جونين، لكن قررت ان انا دافع. مفيش فرقه يا جماعه بتفضل نايمه ورا، بيبقى صعب قوي ان انت تطلع من مباراه ما يجيش في الجون. صعب كتير. نايم، وخصوصا نايم قدام فرقه زي الارجنتين، مش هتسيبك لاخر لحظه، تفضل تلعب عليك. فاني افضل ادافع، انا عمال اكتب في الكراسه قدامي، محتاجين متنفس، محتاجين لما الكره تبقى في رجلينا نمسكها شويه، بس مش قادرين نعمل ده. لازم امسك الكره في رجلي كتير قوي، او اقف على حد واتنفس، لكن انا مش قادر اعمل ده. ما عنديش اللعيب اللي قادر اقف عليه وينقلني مثلا، ما عنديش. ما اقدرش امسك كرة وباصي عده باصات كتيره، ما اقدرش اعمل ده. ولكن طبقا لامكانياتي، انا امكانياتي ديت، فانا شابوه ليا جدا. طبقا لامكانياتي دي وصلت للنقطه، والمباراه دي انا بجد كنت رائع وكنت هايل، كنت كل حاجه. ولكن تبقى في الكوره خبراتها، تبقى في الكوره الفروق الفنيه بين اللاعبين. دي حاجه الروح خدمتني، ولعبت بجرينتا عظيمه جدا وقدرت اجيب جونين. لكن الفنيات بتحسم برضو المباريات، ده اكيد. الفروق اللي موجوده اكيد موجوده، والفروق برضو كبيره، موجوده ان الفروق كبيره. يمكن انت تقول لا الفروق مش كبيره، لا اللي هي الفروق كبيره، لكن انت منك نمنا كتير فترات كبيره ورا، فانت ما تحسش بده لانك قافل عليهم الملعب. لكن وانس انك قررت تفتح الملعب معاهم، او يعمل عليك مرتده، جون على طول. يعني بتفتح الملعب مع فرق زي ديت، اعرف انك تشيل كتير. ميزتنا ان احنا كنا قافلين قوي ورا الناس دي قوي. الشوط الاول
بدايه شيك جدا من منتخب مصر. اول حاجه كتبت كده، حسيت عندنا جرأه في اول 4 دقائق، بدون خوف، مركزين. لا احنا كنا كمان بنضغط عليهم من جوه. حسيت ان احنا هنكون ند قوي. ما كانش عندنا نص ملعب نقف عليه، ده كان واضح جدا. يعني شكلنا حلو، لكن ما فيش نص ملعب واضح بالنسبه لي، لان طبقا لطريقه اللعب بتاعتنا ما فيهاش نص ملعب. دايما باستمرار بيكون صلاح، وصلاح يعني طول ما انت ضاغط على صلاح ما بيستلمش كويس. سيطره كامله من الارجنتين وده طبيعي، لكن لينا حضور، ماسكين الكوره. لكن حسيت ان احنا موجودين، حسيت ان احنا اقوياء، شايف ان احنا في الملعب فرقه حلوه، فرقه واقفه على رجليها. حسيتنا حلوين قوي قوي النهارده. في الدقيقه 15 ربنا يكرمنا بالهدف بتاع ياسر ابراهيم. يا ناس، قمه التركيز، ده اللي كنت بتكلم عليه. اي كوره تجيلك موت عليها وكانها الاخيره، لان الحاجات دي مش هتيجي كتير. اتعملت حلو قوي من مروان، سكرو رائع. ابراهيم، ياسر ابراهيم بكل تركيز بيطلع يركب الكوره، ما احسنها بدايه. في الدقيقه 19 في ضربه جزاء على هيثم حسن، مصطفى شوبير بيشيلها والدنيا ماشيه بقمه الروعه. عمال تجيب لهم احباط وتجيب لنفسك مزيد من الروح العاليه. في الدقيقه 20 كتبت بنقدم مباراه كبيره، الروح عاليه جدا. احنا مش ورا الكوره، احنا بنضغط عليهم، فريق كبير، بنقدم مباراه ان احنا فريق كبير قوي. عندهم دربكه كبيره جدا ورا، بحس وجود دربكه كبيره جدا موجوده ورا كتير. ممكن حد يعترض دلوقتي، انا كنت اتمنى وجود مرموش بدل زيكو لفترات كبيره جدا، لان زيكو تقريبا لحد الشوط الاول ما كانش تقريبا موجود وما لمس الكوره. كنت اتمنى وجود مرموش انا، ولكننا كنا ماشيين حتى بدون مرموش، جايبين هدفين. في الدقيقه 28 شوبير بيشيل واحده. ردة الفعل عند الارجنتين اصبحت واضحه جدا بعد الهدف، وعلينا استغلال المساحات والفرص. اندفعوا جدا، اندفعوا علينا، واصبح عندنا كميه فرص كميه مساحات موجوده كبيره قوي. عندنا مساحات حلوه قوي قوي قوي، ولكن زي ما بقول لك، ما عنديش انا نص ملعب قوي اللي هو عارف اللعيب اللي بيقف على الكوره كده ويبص على الجناحين بيجروا ويفتح ويعمل شغل. الشغل اللي انت ابتديت تشوفه في الشوط الثاني، لانها اتقلبت 4-3-3 لما بقى عندك جناحين حقيقيين بجد وفروت حقيقي بجد. ابتديت تشوف واللاعب اللي طالع بالكوره من نص الملعب عنده اكتر من اوبشن، وبالتالي قدرت ان انت تجيب جون وتضيع جون. في الدقيقه 31 ميسي ويحط واحده في العارضه. زي ما قلت لك، كنت اتمنى وجود مرموش، كنت اتمنى وجود امام في نص الملعب، كنت اتمنى وجود صلاح في مكانه. كنت حاسس ان الامور ممكن تختلف بشكل كبير قوي قوي قوي. ليه تختلف بشكل كبير؟ خاصه في حالات الضغط، في الحالات اللي هنكون مضغوطين فيها، ودي اللي انا كنت عامل حسابها. انك هيجي عليك وقت في المباراه هيبقى الضغط عليك بشع، الضغط عليك غير طبيعي بالمره. في الوقت دوت انت محتاج فعلا اللي انا بقول لك عليه ده، ان يبقى عشان كده في الشوط الثاني هتلاقي ان هو لعب 4-3-3، فاصبح عندك وينجين حقيقيين. لما كنت بتيجي تخرج بالكوره وتيجي تعمل مرتده بقى لك شكل حلو، شايف وقادر تميز ان فعلا عندك وينجين هم بيتحركوا ولاعيب خارج بالكوره. كريم حافظ رائع، لعيب رائع. كريم حافظ عملت عليه حلقه من 5 شهور اول ما عملت القناه، وتمنيت ان هو يجي الاهلي. باك الشمال، لعيب صغير في السن. في الدقيقه 39 مصطفى شوبير بيشيل واحده هدف اكيد. مصطفى شوبير كان رائع رائع رائع. احنا رائعين يا ناس، ولا غلطه عندنا. شوط نموذجي، عاملين بلوكات من بره ال 18، خنقنا ميسي، خنقنا الارجنتين. كويس ان احنا ما لعبناش على ميسي مان، لان ميسي بيتمشى كتير في الملعب يحاول يتوه الناس، لكن كل الناس اللي بتيجي علينا من بره بنطلع عليهم ببلوكات. عجبني رامي ربيعه، عجبني امام عاشور، عجبني كريم حافظ في الشوط الاول في المباراه الدفاعيه الرائعه اللي كانوا عاملينها. هجماتنا قليله زي ما قلت لك، عشان كده كل عمالك محتاجين التركيز في الحاجات اللي بنعملها، محتاجين يبقى عندنا بس تركيز. الشوط الثاني طلع امام مصاب، نزل حمدي فتحي، وفي الحاله ديت قلبها 4-3 قدام مهند ومروان وحمدي فتحي، وبقى يلعب بزيكو وينج ليفت، وبقى يلعب بهيثم صلاح وينج رايت، وبقى يلعب بمحمد صلاح فروت صريح. اصبح ليك شكل هنا، ابتدى يبقى لك شكل في المرتدات حلو جدا، ابتديت فعلا يبقى لك شكل، وقدرت تعمل من ده اكتر من كوره شكلهم حلو جدا.
العنف والتوتر اصبح واضح جدا على فريق الارجنتين، ضرب غير طبيعي وخرجوا عن شعورهم. في الوقت ده كنت محتاج ان انت بس تلعب بذكاء وتستغل ده، تستغل الحاله اللي عند الناس دي، تطرد منهم لعيب. ضغط كبير من الارجنتين علينا جامد قوي 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 قوي. كل اللي كنت محتاجينه زي ما بقول لك نعمل بس مرتده سريعه، لما الكره تكون معانا تقعد معانا اطول فتره ممكنه في رجلنا. عايزين نخفف شويه من الضغط اللي بقى زايد بشكل غير طبيعي علينا. في الدقيقه 54 كتبت ان في ناس محتاجه تنزل الملعب، يعني في ناس محتاجه تتغير في الملعب حتى ولو هتستنى عليهم 10 دقايق، لان البدني بيقع. من ضمنهم هيثم حسن وزيكو. محتاجين تطور في الاداء الهجومي، لان مش هنقدر نفضل نايمين ورا دفاعيا كتير. محتاجين حد يغير شكلنا الهجومي علشان نفك الضغط من علينا. في الدقيقه 68 عملنا مرتده غير طبيعيه بالمره، اللي هو الهدف الملغي. عملت مرتده كانت في منتهى الجمال، بهديها لهيثم حسن اللي طلع وعدى وعمل فينت واداها لصلاح. مرتده كانت شيك جدا وكانت سريعه جدا، لكن الهدف اتلغى. ده 67 الهدف الثاني، مرتده الرائعه، زيكو وصلاح وهيثم حسن. بقالنا شكل جميل قوي يا جماعه واحنا بنلعب بوينجين صراح مع فيرود. بقى لينا شكل جميل قوي 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 قوي، شكل حلو. في الدقيقه 78 نزل تريزيجيه وخرج هيثم حسن، لازم يخرج، وقع بدني جدا، وتم تغيير مكان زيكو. زيكو اتغير مكانه مع تريزيجيه، لان تريزيجيه بيلعب وينج ليفت وجي زيكو الناحيه الثانيه وينج رايت. في الدقيقه 67 تريزيجيه بيضيع واحده قدام الجون. هنا ابتديت اخاف قوي والله العظيم. ليه بقى؟ حتى كتبت هو ليه ابتدينا نطمع؟ ده انت معاك 2. ليه بقيت حاسس فجاه ان انت بتلعب غزل المحله؟ ليه؟ دي الارجنتين برضو، بس انا جايب فيها جونين. ايه المشكله؟ ترجع الارجنتين عليك في اي وقت. مش كده يا جماعه. في الدقيقه 78 الهدف الاول للارجنتين. الهدف الاول للارجنتين. خرج زيكو ونزل مرموش. ما اعرفش حط مرموش ليه وينج رايت، مش حتته. يعني كنت حتى رجع صلاح، حته صلاح وخليه هو فيرود، ما حته صلاح وخليه هو فيرود. كتبت محتاجين صمود يا جماعه، محتاجين نمسك الكوره، عايزين نصمت شويه بقى. الضغط بيزيد علينا والضغط عنيف جدا علينا، مش هنقدر نستمر كده ابدا. الارجنتين سخنت جدا بعد الهدف، ثم الهدف الثاني اللي جابه ميسي. سرحنا عن ميسي شويه صغيرين، جاب فينا جون. لا يسأل عن الاهداف على الاطلاق مصطفى شوبير خالص. مش ممكن تسأل مصطفى شوبير عن جون بيتحط بالدماغ من السكس، واحده تانية بيشوطها ميسي وهي بتتنطط له اصلا. مش ممكن يا جماعه تسأل مصطفى شوبير. اصبحت كل كوره علينا خطر وما بقيناش بنروح نهائي. يعني خلاص ما بنروحش خالص خالص، ما بقاش لينا اي وجود ان احنا بنروح، بندافع بس. فطالما هفضل ادافع بس 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 بس، طبيعي جدا ان انتظر الهدف. ثم جه الهدف الثالث من المرتده بتاعت صلاح. يعني انت رايح يا صلاح، حرام عليك، الفرقه كلها بتزيد معاك يا راجل يا راجل. اقف عليها، ده مش وقته ابدا، مش وقته ابدا 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 ان اجازف بالفرقه في الوقت ده وانا متعادل مع الارجنتين وعندي مساحات في ظهري. ولكن بيخش يرقص برعونه غريبه جدا بتترد علينا. طبعا تترد عليك مع فريق الارجنتين، اعرف انها تتعمل جول. الحمد لله على اللي احنا عملناه، الحمد لله على اللي احنا قدناه. اكتر حد فرحان ليه هو حسام حسن. انا اكتر حد فرحان ليه حسام حسن. مش عايزين نغفل على الاطلاق ان المنتخب كله لعيبه محليين، حتى اللي موجودين معاك اللي هم اوروبيين ما بيقدمولكش يعني الحاجه الواو. فاحنا منتخب محلي كله يعني من المحليين، قدرنا نوصل لنقطه زي كده هوت مع منتخب كله محليين، تتحسب لنا ما تتحسبش علينا ابدا. محتاجين بجد مره نقف على مشروع بجد بجد. عايزين مشروع بجد بالله عليكم بجد. عايزين احتكاكات من العيال الصغيره بجد. عايزين مشروع بجد ننفذه. عايزين كواليتي مختلف بجد. مش ممكن يا جماعه نفضل طول عمرنا نلعب على المرتده. مش ممكن نفضل طول عمرنا بندافع بس. مش هتقدر تعمل اكتر من اللي انت عملته بطريقه الدفاع اللي انت بتعملها. مش هتقدر تعمل اكتر من اللي انت عملته. دي ابعد نقط ممكن توصل لها، واخر واحده كانت بضربات الجزاء. يعني عايزين كواليتي بجد يا جماعه عالي شويه من فضلكم، من فضلكم. عايزين مشروع.
من فضلكم عايزين لعيبه متاسسه صح، من فضلكم. مش معقول يا جماعه مش قادرين نمشي 5 6 كور في ملعب الخصم. مش معقوله يا جماعه، مش معقوله. يعني اكتر ما يميزنا هو ان احنا بنكون بندافع. وانا قلت قبل كده لا ابداع في الدفاع، لا ابداع. طالما كلنا ترصصنا ورا، ايه المشكله؟ بترصص كلي ورا، مفيهوش ابداع. الابداع في نص ملعب الخصم. لحد كده الحمد لله، والحمد لله على اللي احنا عملناه، الحمد لله على اللي احنا اديناه. السلام عليكم.